فيديو النهارده هو فيديو من نوع التقيل قوي قوي قوي. انتوا مش متخيلين انا اصلا وانا بصور الفيديو ده انا يعني عندي كمية مشاعر وكمية احاسيس داخلية ومعلومات كتيرة جدا. انا من اهمية هذا الفيديو سميته فيديو الاساطير. النهارده هنتكلم على 3 اساطير اساسيين، هو اصلا التوبيك بتاع فيديو النهارده. طبعا وانتوا شايفين كده وانا داخل لقيتوا الاموره. طبعا النهارده انا مش هتكلم على الاموره اصلا، يعني مش هتكلم على البورش الجي 3 ار اس، ولكن هتكلم على جزئيه مهمه جدا كونكتد او ليها علاقه بالعربيه دي، بوجودها اصلا في حياتي. العربيه دي اصلا وجودها بسبب ان انا عندي اسطوره طول عمري بحبها من صغري، اسطوره من الاساطير اللي انا شغفي في العربيات اللي هي ليها علاقه بالسباقات وليها علاقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده والستايل ده والكاركتر ده او الشخصيه دي. كانت ليها علاقه بالعالمي الاسطوري ايرتون سينا. اكتر حاجه كانت عجباني، عشان بس لما نبتدي الحديث على ايرتون سينا احنا عاوزين نتكلم الاول عليه عن الشق الانساني، والشق الثاني ان هو كان متسابق عمل انجازات كبيره جدا 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 وحفر اسمه في عالم الفورمولا 1. لو جينا ابتدينا من سنه 1984 وده كان من اوائل السباقات اللي هو ابتداها في فورمولا 1، دخل مع فريق تولمان. وفريق تولمان ده كان مش اقوى حاجه، ما كانش اقوى حاجه، حتى العربيه بتاعتهم ما كانتش اقوى حاجه. في حين ان هي ما كانتش اقوى حاجه، هو عرف يهز شباك الفورمولا 1، عرف يهز كل الشركات التانية بطريقه سواقته. ابتدى يبين قد ايه ان في سواق قوي جدا 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 جاي قريب بعربيه ضعيفه، في حين ان هو بالعربيات الضعيفه دي في السباق ده بالذات اللي هو كان بتاع البرازيليان جراند بري ثبت وجوده بطريقه كانت خلت ان بقيه الفرق تبص عليه بطريقه مختلفه، لان سواقته كانت مختلفه تماما. وبسبب العطل اللي حصل في العربيه اللي هو بسبب التربو، العربيه عطلت في اللفه العشر. انا طبعا مش هقدر ان انا احكي لكم كل تفاصيل حياه ايرتون سينا، انا باخد شويه مقتطفات وحاجات مهمه حصلت في حياته اللي هي في وقت لما كان بيسوق في فورمولا 1، الحاجات اللي سمعت جامد قوي وخلته ان هو شخصيه مميزه ومختلفه عن بقيه المتسابقين. سباق من السباقات برضو المهمه جدا جدا والاكثر السباقات اللي علمت في الفورمولا 1 اللي ايرتون سينا حفرها هو سباق موناكو جراند بري. السباق ده انتوا عارفين تراك موناكو ده ضيق جدا. السباق ده سنه 1984 حصل فيه ما صعب قوي انه يحصل اصلا. ليه بقى؟ واحد يجي من المركز ال13 للمركز الثاني ويبقى لازق في المنافس القوي جدا اللي هو كان ساعتها متربع وكان قوي قوي ساعتها، من الاخر الشوح بتاع فورمولا 1 ساعتها اسمه ألان بروست. الراجل ده كان في المركز الاول، ايرتون سينا في المركز ال13، مطره الدنيا خربانه، وصل من ال13 للمركز الثاني. انتوا متخيلين الحرب؟ وتبين قد ايه ان الشخص ده سواق مختلف، وده اللي سمع بقى في كل الفرق ان السواق ده مختلف عن بقيه المتسابقين. بس للاسف حصل حاجه، في اقاويل كتير ان كان في عكوسه والدنيا كانت ماشيه كده، ان ما كانوش عاوزين ساعتها انه يخلوا ايرتون سينا يكسب. ففي الاخر السباق وقف للاسف. قالوا ان بسبب الاحوال الجويه، بسبب المطر، هو ده السبب ان احنا لازم نوقف السباق. فوقف في الاخر ان هو بقى في المركز الثاني، ألان بروست كان في المركز الاول. ولكن كل الناس اللي كانت موجوده، اذا كان جمهور اذا كان فرق، كل حاجه كله كان عارف ان الشخص ده مفروض اول واحد ان هو يكسب السباق ده. من ضمن السباقات اللي علمت جامد قوي مع ايرتون سينا وعلمت مع الناس ان ايرتون سينا ده واحد مختلف في السواقه، كان في سباق اسمه ريس اوف شامبيونز. كل سواقين الفورمولا 1 ساعتها كان موجود الاسطوري نيكي لاودا،
وكان طبعا كل المتسابقين كانوا موجودين. جابوا لهم، كان السباق ده في نيربرجرينج. السباق ده كان فيه العربيات اللي هي المرسيدس ال 190 ال 2.3 ال 16. دي كانت عربيه كلهم كانوا واحد، كل السواقين معاهم نفس العربيه. الراجل ده نزل حط عليهم كلهم واخد مركز اول، ودي كانت من السباقات المهمه جدا في حياه ايرتون سنة. سنه 85 دي اول سنه ليه انه يكسب بطوله العالم. مع مين بقى؟ مع فرقه لوتس. فرقه لوتس كان عندها عربيه اصلا اسطوريه. العربيه دي كانت برضه حطه كبيره جدا، فلما تجيب عربيه جامده وتجيب سواق جامد يعملوا انجازات مرعبه. وبالفعل هو كسب اول سنه ليه كانت مع لوتس سنه 85، وفضل مع لوتس لحد 87 لحد ما جت النقطه الكبيره وهي ماكلارين. ودي كانت اكتر نقله في حياه ايرتون سنة، واكتر سنه حصل فيها انجازات لدرجه ان هو كسب 15 سباق من اصل 16. فده كان انجاز مرعب. فضل مع ماكلارين لفتره طويله جدا بانجازات كبيره جدا، طبعا على العربيه الاسطوريه اللي هي ماكلارين الام بي 44 وبعدين ام بي 45 وبعدين ام بي 46، وبعديها لحد ما وصلنا لاخر حاجه خالص سنه 1994 لما اتنقل من ماكلارين الى ويليامز. وفرقه ويليامز دي انا كنت شايف ان هي فرقه صراحه ادامها مش سعده خالص لحد سنه 1994 وراح لفريق ويليامز. وللاسف الشديد ان وهو مع فريق ويليامز مات في حادثه، وكانت حادثه قويه جدا ومشهوره جدا. والحادثه دي طبعا اثرت في ناس كتير جدا، وموته اثر في ناس كتير جدا لانه كان اسطوره. عاوز اقول لكم ان عدد السنين اللي هو ساق من 84 ل 94، ولكن في ال10 سنين دول عمل انجازات كانت تفوق كل توقعات. نيجي عند الجانب الانساني بقى، وهو انه ايرتون سنة كان بطل قومي وكان البرازيليين بيعشقوه. الراجل ده عمل جمعيه خيريه كبيره جدا وكل فلوسها كانت بتروح للاطفال، لدرجه ان هو عمل مجله اسمها سي نانا، ودي كانت مخصوصه للاطفال. وكان عنده براند لبس، وبراند اللبس ده كان بيبيع في كل حته في العالم، وكان كل الفلوس اللي كانت بتيجي منها كانت بتروح للجمعيه الخيريه عشان تروح للاطفال، وفي اقاويل انها كمان عشان كانت تساعد في التعليم. الموقف الانساني الثاني اللي هو كان مشهور بيه جدا جدا في سباق من السباقات اللي هو كان بيسابق فيها، وكان طبعا بطبيعه الحال لما الواحد بيكون بيسابق بيكون مركز في سواقته فقط، وان هو على قد ما يقدر ان هو عاوز يكسب. لكن حصل موقف معاه مع متسابق تاني اسمه إيريك كوما. الراجل ده العربيه عمل حادثه بيها واغمى عليه جوه العربيه، والعربيه كانت شبه هتولع. تخيلوا بقى ايرتون سنة يعمل ايه؟ ايرتون سنة راح داخل وراكن في وسط التراك، نزل من عربيته، وده اصلا عكس، ده مش مفروض اصلا ان هو كان يعمل كده خالص، لان دي بنالتيز فيها بنالتيز كبيره جدا وما ينفعش ان هو يعملها. مع ذلك ساب كل الكلام ده، نزل من عربيته في وسط التراك وفضل يجري لحد ما وصل لإيريك كوما. عدل راسه، شال رجله من على البنزين، لان كانت لما اغمى عليه رجله فضلت محطوطه على البنزين، فطبعا ساعتها كانت ممكن العربيه انها تولع، وانقذه. اي ثينك ان إيريك كوما لحد النهارده هو عايش وبيقول لك لولا ايرتون سنة كان زماني مت في هذا السباق. نيجي بقى عند اهم اسطوره في الثلاثه، والفيديو النهارده ده اصلا معمول مخصوص عشان الشخص ده. هقول لكم هو مين واعرفكم عليه وهنتكلم معاه. بس قبل ما نعمل كده عاوز اديكم قصه واقول لكم علاقتي بالشخص ده كانت ايه، وقد ايه ان الشخص ده اثر معايا انا شخصيا في حاجات كتير. شخص ابتدى من وهو عنده 35 سنه، مش هو عنده 18 ولا 20 ولا 25، لا، من وهو عنده 35 سنه ابتدى شغف في ان هو يشتغل في الفايبر والكربون فايبر، وان هو يعمل اشكال ويشتغل ويعمل حاجات ليها علاقه بالكربون فايبر والفايبر كعام. عمل شغل كتير في حاجات في عربيات، وعمل حاجات كانت حلوه كتيره قوي. بس هو كان طول عمره عاوز يعمل حاجه مختلفه، طول عمره عاوز يبقى مخترع،
مش عاوز يبقى بني ادم عادي. وطبعا القصه اصلا اللي انا بحكي لكم عليها دي فيها درس صغير عاوز اقول لكم عليه، ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيكرم بني ادم او بيرزقه بتيجي طبعا من رضا الاب والام. الشخص ده ابوه وامه كانوا راضيين عنه، فربنا حبه. وانا بشوف كده فيه وحسيت بيها. اول تجربه بيني مع الراجل ده او معرفتي بيه لما رحت دمياط لناس حبايبي هناك، وقابلت شباب وكان عندي زياره هناك. وبعدين حد من حبايبنا قال لي في شخص نفسه انك انت تشوفه او تشوف العربيه اللي هو صنعها. جه سنه 23 قرر الشخص ده انه يصنع عربيه كامله، والعربيه دي كانت ايسي كوبرا. والايسي كوبرا دي مش من العربيات السهله انك انت تعرف تصنعها. ليه؟ لان دي عربيه فيها بومبهات كتير قوي ومقاسات كتير قوي. فضل في دماغه الفكره دي لحد ما نفذ وطلع العربيه دي سنه 2025 طلعت للحياه. قبل ما تطلع وتظهر كان الشخص ده نفسه ان هو يوريها لي وياخد رايي فيها. عاوز اقول لكم ان انا لما رحت فانا قلت اكيد هشوف حاجه مش اللي هي يعني واو، لان مش صعب قوي ان عربيه زي دي تطلع مظبوطه. وبالفعل رحت للراجل ده ودخلت. اول نظره للعربيه حسيت ان ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه في حاجه بالشكل ده؟ يعني ايه في حد يقدر لوحده بامكانيات بسيطه جدا ان هو يعرف يصنع عربيه بالشكل ده، وان هي بتدور وبتمشي بعفشه بموتور بعدادات بدركسيون بانتيرير بكل حاجه، بصنعه من الصفر. وعاوز اقول لكم الراجل ده عشان يعمل المشروع ده باع موتوسيكله، باع اللي وراه واللي قدامه. الفكره اصلا مش سهله انك يكون وراك حد يسندك بس عنده يقين بانك انت بني ادم ممكن تنجح في يوم من الايام، وتطلع حاجه انت مش فاهمها ولا انت عارف حاجه، بس هو المهم ان هو فاهمها وتقف في ظهره. انا يعني كل التقدير والاحترام لهذه السيده المحترمه ان هي وقفت ورا الراجل الطيب ده، وان هي فضلت سنداه لحد ما طلع عربيه. لما انا شفتها انا كنت مذهول. انتوا عارفين ان انا كان عندي ايسي كوبرا كانت في دبي وبعتها للاسف. وبعدين لما شفتها العربيه دي كانت بالنسبه لي، شفتها الشخص ده لما عملها ودخلت وشفتها في المخزن اتهزيت جامد جدا، بالذات ان هي طالعه شبه زي الاوريجينال بالظبط من وحي خياله. كل اللي عملته اول حاجه قلت له تعالى. هو طبعا مش مصدق، ايه ده يحيى عندي، يحيى رشدان عندي، يحيى رشدان عندي. قلت له يا ابني انا الرهبه عندي انا ان انا اصلا مش ان انا اللي واقف قدامك، ان انت اللي واقف قدامي. وساعتها بوست راسه وقلت له تسلم ايدك وربنا يبارك لك ويحفظك، انت يا ابني اسطوره. ومشيت وانا فاكر كويس قوي قوي اللحظه دي، ان انا مشيت ساعتها وركبت العربيه ومشيت. وانا في العربيه اتأثرت جدا ولدرجه اني دمعت، لان في اساطير وناس بتكافح وبتجاهد خلف الاسوار كتير قوي، او خلف الجدران كتير قوي قوي قوي، وهم اصلا دكاتره، وهم اصلا اساطير، وهم اصلا ناس مقامهم عالي قوي وفنانين. بس المشكله في حاجه واحده، ان عشان صوته يوصل او العمل اللي هو عمله يوصل ما بتبقاش بالسهل. فانا وعدته وقلت له انا يا ابني هعمل كل اللي اقدر اعمله في ان انا اوصل للناس انك انت دكتور فنان عالم لا تقل عن اي حد من دول.
وبالفعل قعدنا فترة بنفكر في أفكار لحد ما فاجئني وجاب لي هدية وجالي بيها القاهرة اللي انتوا شايفينها دي واللي انتوا أصلا شفتوها قبل كده. ترابيزة على شكل عجلة بتاعت فورمولا 1 ماكلارين، وصورتها ساعتها ستوري، وكنت عندي اسبهلال، انا مش مجمع بس طبعا مش بعيدة عنه ان هو يعمل حاجة زي كده، بس انا كان شكلها فعلا عجبني لدرجة مش طبيعية. لحد ما قعدنا قلت له بقول لك ايه، انا عندي يقين وعندي ثقة فيك مرعبة، وعندي احساس ان احنا محتاجين نعمل حاجة بجد تظهر وتوصل لناس كتير قوي في العالم كله مش في مصر بس، وان الناس تشوفك وتكتشفك، وانك انت مش تخش في شركة ولا تشتغل في مصنع، ولا ان هو اتعرض عليه حاجات كتير زي كده. انت يا ابني مفروض توصل لدرجة ان ربنا يكرمك ان شاء الله بإذن الله ويبقى عندك المصنع بتاعك الخاص، لان ده شخص مصري فنان مبدع، وانا كنت فخور جدا يعني ان انا اتعرفت على شخص زي ده. مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده في الحتة دي، عشان انا عاوز اقول لكم مين هو الاسطورة اللي احنا بنتكلم عليه، واللي هو اصلا نجم كل الحلقات وكل الاساطير اللي احنا قاعدين فيها النهارده. لحد ما جينا قعدت انا وايمن واتفقنا على اتفاق، قلت له يا ايمن انا امنية حياتي ان اعمل العربية دي. بص عليها كده قال لي تتعمل، ثقة ما شفتهاش في حتة. قال لي تتعمل، قلت له انت متأكد؟ قال لي عيب عليك. سألني سؤال مهم قوي، قال لي انت عاوزها تمشي؟ يعني شوف الجبروت، قال لي عاوزها تمشي ولا عاوزها ماكيت؟ قلت له بص خلينا في الماكيت، لان انا كانت من امنية حياتي يعني ان شاء الله باذن الله زي ما انتم عارفين كلكم ان شاء الله لو في المستقبل عرفنا نعمل الميوزيوم اللي انا امنية حياتي اعمله، دي هتبقى موجودة في النص، صناعة مصرية صرف من الألف إلى الياء. وبالفعل 6 شهور تن كلمني قال لي جاهز؟ قلت له انت بتتكلم بجد؟ قال لي انت جاهز؟ قلت له طبعا جاهز. قال لي العربية جاهزة، اجيبها لك فين؟ الخطفة. فكان في خطفة وبالفعل. وعاوز اقول لكم انا من اول ما كان بيصنع العربية لحد اخر وقت انا ما شفت الصورة للعربية دي خالص، وهشوفها معاكم لأول وهلة. نفسي ابتدى يروح لأول وهلة دلوقتي. وهي الأسطورة الثالثة. انتوا جاهزين؟ أنا مش جاهز. يلا بينا. بسم الله. 3 2 1. اللهم بارك. يعني مش عارف اعلق خالص. يعني اول حاجه هقولها صناعه مصريه، صناعه مصريه.
اقسم بالله ما عارف اعلق. تفاصيلها بمقاساتها بالوانها بالفينشنج بتاعها بالاستيكرات، يعني يا جماعه اقدم لكم مش قادر. يعني انا كنت المفروض اتكلم عن العربيه واتكلم اقول هي ايه. هي ام بي 4/5 اللي كان بيسوقها ارتن سنة. صنعها كانت عربيه ماكلارين بموتور هوندا، اللي صنعها شخص مصري. بس فانا مش هقدر اعمل حاجه غير ان انا يعني كنت المفروض اتكلم عليها واشرح. انا مش عارف اتكلم، سبيتشلس، مش عارف اقول كلام من هيبتها من شكلها. ماسك نفسي على الاخر لان الموضوع مؤثر، لانه صناعه مصريه، شخص يعني مجتهد عملها سبحان الله. مش عارف اتكلم، مش عارف اشرح. كل اللي هقدر اعمله دلوقتي ان انا اعرفكم مين هو الاسطوره ايمن. يعني مش عارف اقول لك ايه والله. حبيبي انا فرحان قوي والله يعني مش عارف. يا جماعه ايمن هو اللي صنع العربيه دي. مش عارف. تسلم ايديك بجد، انت شخص اسطوري. انت بني ادم نفتخر بيه، كل المصريين يفتخروا بيه. انا مستغرب اصلا ان هي اصلا واقفه قدامي بالمنظر ده. يعني انت اصلا كنت ناوي ان انك تعملها بموتور، عندك الامكانيات انك انت تعملها تشتغل وتمشي، بس ان انت توصلها للفينشنج ده اصلا ده لوحده مش عادي. فاحنا مش عارفين نعلق خالص، مش عارف اتكلم، مش عارف اقول حاجه الصراحه، لان انا متاثر جدا ان في حد زي ايمن مجتهد وصل ان هو يعرف يصنع عربيه زي دي. ده موضوع كبير جدا جدا. فان هو يعرف يوصل الصناعه المصريه لده، فاي ثينك هو يستحق اصلا ان هو يعني يبقى حاجه كبيره قوي. ف والله ما عارف اقول حاجه مش عارف اتكلم، كميه تفاصيل. يعني انا عاوز بس ايه عشان اتمالك اعصابي واحده. وايمن نفس القصه، لان احنا الاثنين حاليا نفس الشغف، نفس الحب لشغلتنا يعني ان احنا عاوزين نعمل حاجه حلوه لبلدنا، عاوزين نطلع مصر شكلها جميل بدون اي مصالح، حتى كلها بشغف كلها بحب. فان احنا نطلع حاجه زي كده، وان هو يطلع حاجه زي كده، وان انا ابقى بس يعني جزء من 2% من الاسطوره اللي واقف جنبي، ان انا بس يعني اوصلها لكم، او تطلع الفكره وتتصنع وتطلع ليكم وتظهر للعالم كله. ما اعرفش طبعا هتوصل لحد فين، بس ان هي توصل ان احنا كمصريين صنعنا حاجه زي كده، فدي حاجه كبيره. ومحتاجين نشرب كوبايتين زنجبيل، صح؟ حبيبي ربنا يبارك لك ويرزقك يا ابني، والله بجد تسلم ايديك ورجليك، ربنا يبارك لك، ربنا يعني يوقف لك ولاد الحلال. انت تستحق يعني انك تبقى يعني مش مصنع، ده انت يبقى عندك مصانع. بتمنى لك كل خير، بتمنى لك ان انت توصل لحاجه كبيره وعاليه خالص.
يعني انا بس مشكله خلاص بقى، انا الكلام راح اصلا من بقي، مش عارف اتكلم اكتر من كده، فمحتاجين ناخد اكسجين عشان الاكسجين راح، وبعدين نرجع نتكلم عليها. دي عربيه اللي كنت بتفرج عليها من صغري، واللي كنت بتيجي ماكيت صغير وكنا بنركبها. دي عربيه اثرت فيا جدا، بالذات الام بي 4، كانت ام بي 44 او ام بي 45. الاثنين بالنسبه لي دول اساطير، بس ام بي 45 يعني من العربيات اللي انا فاكرها كويس قوي قوي من وانا طفل. يعني دي عربيه السباق، غير العربيات الماتش بوكسز التانيين، دي عربيه السباق. دي اللي انا كنت بشوفها حاجه، هي اللي اصلا دخلتني في شغف حب السباقات والعربيات اللي هي انتو الريسنج اكتر، واللي هي عربيات قويه في الشارع، اللي هو زي الجي تي 3 والجي تي 3 ار اس، كل الماركات التانيه اللي هي مخصصه بتبقى يعني فيها داون فورس قوي وليها علاقه بالسباقات. هي دي بدايه الشغف، هي دي بدايه الحب للعربيات، هي دي الاسطوره. وطبعا كان صعب جدا ان انت يعني تمتلك عربيه زي دي، استحاله ان اشوف العربيه دي قدامي حد عنده شغف وحب اللي هو بيعمله زيي. طبعا انا ما اجيش جنبه حاجه، ده راجل مصنع كمان، ده راجل اسطوره زي ما قلت لكم، حاجه قويه جدا. فان انا اشوف العربيه دي قدامي دلوقتي، واللي حققها لي شاب مصري جميل محترم، ابتدى يعني من الصفر، وصل بان هو اتاثر للدرجه العربيه زي دي، وانها تبقى قدامي موضوع كبير. انا اسف ان انا مش عارف اتمالك اعصابي شويه يعني، بس مش من عوايدي يعني. بس انا بصراحه العربيه دي انتوا لو شفتوها على الحقيقه انتوا هتتخضوا فعلا، لان هي شكلها بصراحه بالفينشنج بتاعها بالتفاصيل بالديتيلز من غير ما يشوفها. متخيلين وصلنا العربيه دي من غير ما يشوفها؟ مقاساتها، جاب مقاساتها وجاب كل حاجه وصنعها بالفينشنج اللي انتوا شايفينه. في شويه فينشنج وحاجات فيها مش معموله حتى اي كلام، ففيها مجهود مرعب. زائد ان العربيه اللي انا بحبها جدا، واللي بالنسبه لي هي اللي حببتني اصلا في العربيات الريسنج بالذات، وتكون كمان العربيه بتاعت ارتن سنة، الاسطوره اللي انا بحبه، واللي هو يعني اسطورتي ومثلي الاعلى في العربيات السباقات. ودي تبقى عربيته بنفس الديزاين بنفس كل حاجه، ايفن جوه في حاجات كربون فايبر في الستيكرز اللي موجوده، فان دي تبقى موجوده عندنا هنا في مصر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شكرا ايمن، ربنا يبارك لك ويرزقك ويوفقك، وتبقى اجمد واحد في العالم، وهتبقى اجمد واحد في العالم. انتظروا البروجكت الجاي، بروجكت كبير، حاجه قويه جدا، مش هقدر اقول اكتر من كده. كنت حابب اتكلم اكتر يعني المشكله ان انا كان بقيت فيديو كبير لسه، في حاجات هنتكلم كانت على العربيه، واتكلم على تفاصيل العربيه، ونتكلم على حاجات كتير، بس انا وقفت، انا عطلت خالص، لان انا زي ما قلت لكم هو فيديو تقيل وفيديو مش سهل، فيديو فيه مشاعر كتير، فيهم حاجات كتير. الرساله الاخرانيه او اخر رساله عاوز اوصلها لكم هو انت ممكن توصل لأبعد ما تتخيل. أهم حاجة خلي عندك إنك أنت تبقى شخص مجتهد، راضي أبوك وأمك وراضي ربنا سبحانه وتعالى. الأرزاق بتجيلك لحد عندك، واجتهد، والحاجة والشغف اللي أنت بتحبه افضل وراه حتى لو عندك 70 سنة. فده مثال بسيط لقصة أيمن، وبس ما عنديش حاجة تانية أقولها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.